لازم نوضح أن الترتيبات الأمنية لم تطبق إلى الآن، لم يبدأ فيها، والسبب الترتيبات الأمنية تمر أيضا بترتيب، لابد أن تتقدم المنطقة العسكرية الوسطى والمنطقة الغربية إلى المناطق التي تم تحديدها لها، لكن للأسف إلى الآن لم تتقدم هذه المناطق. اثنين، أحيانا يتدرعون أن عندهم مشاكل مالية، وكانت عندهم مشاكل مالية، وأحيانا عندهم مشاكل أخرى، وإلى الآن لم تبدأ الترتيبات الأمنية، وهذا مما سبب فراغ بالمعيار الأمني الصحيح الذي يوجد في طرابلس. ليس أمن حقيقي أو صحي ما لم تطبق الترتيبات الأمنية أو يعلن أصحاب الترتيبات الأمنية أنهم لا يستطيعون تطبيقها. عندئذ نستطيع كوزارة الداخلية ونتكلم الآن حتى باسم المخابرات العامة والمباحث العامة أن نستطيع أن نضع ترتيبات أمنية لطرابلس تكون محكمة السيطرة بالمعايير الأمنية الصحيحة، ولن يكون هناك فراغ أمني. لكن هذه الفوضى الأمنية المستمرة الآن بالتأكيد أنها سوف تكون بيئة خصبة لداعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، لأنها هي بكل سهولة تتحرك الآن، لأن في فوضى أمنية، في عرقلة أمنية. هناك عندنا ضباط وجنود وأفراد أمنيون محترفون وبدرجة عالية جدا وكبيرة جدا ومستعدين للعمل، لكن هناك فوضى أمنية، وزيد نكرر هناك فوضى أمنية تخدم مصالح الإرهاب. كل الليبيين يفهم وعارفين من هو اللي يشتغل بمهنية ومن هو اللي يشتغل بفوضوية. الفوضوية هذه نقول الليبيين مرة أخرى تساعد داعش والمنظمات الإرهابية